بقيت صورتان من صور مظاهر أزمة الضمير، منها الغش. الغش لا يليق بالضمير المسلم. قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فوجد رجل قد نصب طعاما، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل الطعام فأصابت بللا. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، الناشف خاتبي فوق واللين خاتبي تحت. قال هلا جعلته مما يلي أعين الناس؟ فإنه من غشنا فليس منا. نعم، الضمير المسلم ضمير لا يعرف الغش. الغش في المباني، واحد يبني لك بنا بغير المواصفات. الغش في الطرق ورصفها. وبعدين أديكم كلام حار لكن مضطر أقوله بالمناسبة. اللي عنده ضمير لا يستطيع يعيش في المجتمع. اللي عنده ضمير أي حاجة داري يحكها ويخليها تمشي كما هي ويلتزم باللوائح وبالنظم ويؤدي الأمور كاملة ويوقف المسائل. يقول لها زوجي تجاينا من وين؟ أجابك علينا شنو؟ وصلتك علينا شنو؟ احتفظ بهذه النصائح لنفسك. اللي عنده ضمير أحيانا لا يستطيع يعيش. الطرق والجسور هل وفق المواصفات؟ طريق ما يعدي سنة يشقق ويتكسر ويتقلع. يا اخوانا انا داير اعرف ونحن كما كستانين الجاب السوريين والاتراك والمصريين وغيرهم من الجنسيات المحترمة التي نحبها ونريدها ان تعمل في بلادنا، لكن الجاب شنو؟ ولماذا لا يكون لدينا عطاء مع تثمين أن يكونوا موجودين في البلد؟ يعني أنا ما زعلان إنه يكون في جنسيات زي دي موجود. الصينيين موجودين، جو مرقوا البترول. الصينيين جو من الصين اشتغلوا شغل جد ومرقوا البترول. ما في إشكال أن نستعين بغيرنا، لكن لماذا تكون الجودة عند غيرنا ولا تكون الجودة عندنا؟ الغش في المباني، الغش حتى في البيع، يبيع لك ما مدته منتهية دون أن يبالي. حاجة مدتها منتهية رسمي يبيع عليك. أليس هذا من الغش؟ الغش في كثير من الأشياء، حتى الغش في امتحانات الشهادة بيسموها البخرات. ده ما غش، ده برضو غش. حرام حرام. خلي عندك ضمير. نجحت ما نجحت خلاص انت ما قريت، ارجع عيد تاني او ادخل الكلية التي تليق بالنتيجة التي اتيت بها.